لا لا هذا صحيح. وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا، أجر بشتى حرف المضارعة ساكن به، كما في تنصرو وبشتى تي نون ساكنة، فتحذف منه حرف المضارعة. دي حرف المضارعة يجي حذفك، وتأتي بصورة الباقي مجزومة. إما يجي بين حال كون الباقي يعني مجزومة، حال كون هذا الباقي مزيدا في أول همزة وصل مكسورة، مكسورة تونس فتح همزة ويه، وحال كونه باقي شيء يعني أو مجزومة يجي كل حال وتأتي بصورة الباقي اللي مدغوم مجزوم يعني المعاملة معاملة المجزوم كان كده ورا بمعنى كان شو مدغوم مجزوم شو معرب راد يا معرب منه يا ورا يدغوم مثل المجزومي تجد أبريدا. تمام. جالفر يعني مزيدا جد بحاله يعني أو باقي شيء بيزي إذا كنت أريد همزة وصل مكسور. مفهوم؟ أما زيادتها كما همزة زيادة دبي فليدافع التاء بالساكن، شو التاء ساكنة دفع في التاء ساكنة تشينب نوري شو ساكنة ما بعد حرف ضرعتي. وأما تخصصها بزيادة كما همزة، تخصصها همزة بزيادة دون غيرها من الحروف النخيني ويش حرف يدني، فلأنها أقوى الحروف شنتي همزة أن قوتي حرفها، والتاء بالأقوى أو لا تسبيكنا بأقوى قوتي ترجت. وأما كسر إذا كما مكسورة همزة وصل مكسورة المربوط نوري كفلينا زيدت ساكنة عند الجمهور. الجمهور بيجا وقت همزة تينين أم ساكن ولا رفتينين لما في متخيل زيادة شو زيادة بون هندك أوي شاقي تدي حركة جني في حرفه وقت ما ساكن بين زيادة أوي هندك إجا بشتوك ما ساكن آني ثم لما احتاجت حركة خزاتن جبكو سري ساكن بو موي آني بو يحتاج بعد حركة وقت تشي بو حركة بتكسي ويجي حط حركة كن كسي شو بي كمال أصل يتحرك ساكن تيجي حركة ساكنه حركة بتكسي أصل تحرك ساكنة دواي. وظاهر مذهب السيبويه ظاهر مذهب السيبويه أنها زيدت متحركة بأنها أساس حركة زيادة بها الكسرة التي عدا الحركة إذا ما كسرة كسرة أن أورتي حركة چونكي ضمة زيادة جرانة فتحاجة خفيفة بأورتوانة. تمام. لأننا نحتاج لما تحرك شو اسمه يورد بيت بس يحتاج بحركة محركة يحتاج من بقى ساكن تلاقي يسكن أول كلمة شو بقول كلمة ساكنة فزيادة ساكنة ليست دوشي أو دي زي دبونا ساكن ولا رقوة كجمهور بيجة سوى دي نتشتبيه. تمام نتوجه. وسميت همزة وصل جبنا همزة وصلية دي وصل معنا قشطان لأنه يتوصل بها إلى نطق بساكن شو بيتي قشطان بعض تلفظ بساكنين وسماها الخليل سلم اللسان لذلك. شو في قاسيس خليل قوتيه ديوانا زمان درنجكا زمان فتكون مكسورة في جميع الأحوال جاء همزة مكسورة تمام درمادا إلا في حال أن يكون عين المضارع منه أي من الباقي من المضارع مضموما أنجا دوي درما عين مضارعي باقي تمير عجبا باقي مكان يمكن يا جج مضارعي مكان عجبا مضارعي يمكن مضمومة فتضمه شقي في همزة مضمومتي أي تلك الهمزة ما وري شو المناسبة حركة لحي شو المناسبة حركة عين مضمومة همزة جا مضمومة كيف بمناسبة هم ده يمجبوي هم لأن لو كسرت أجل مسألة دي تنصرودا تعمل شيء كده قلت بيجي ينصر مكسور في لثقل الخروج من الكسر الضم جرام به دركتاش كسيبا ضمي ولو فتحت أجل بيه مفتوح كرين لالتبس بالمضارع مثلا أنصر به شيء تبص مضارع شيء به إذا كان متكلم وقت متكلم وحده نوري الذي وقت بيجي قوي أنصرو توقف كده ينصر جبوا قصيجة طمي نوري يعني كسرة جبوا كل شيء كسر بالضمي جرانة ينصر جرانة فتحة جبوا التباس شيء ما شيء ما طب فتقول انصر انصرا انصروا انصري انصرا انصرنا وكذا اضربوا على ما قد توجه واستخرج غراجيجا خيني إيكو حرف مضارعة ابتداء شيء عين في المضمومة يدريش. تمام. شو شو تمام يعني مثال قوي ده يبقى عين تمام همزة تمام مكسورة إلى عين مضمومة في المضارع ومضمومة مثال كذا شان نوع جوا كذا تصيفة إدنيجي أبي كم يسنا كلمة قلت عين وين مكسورة ما شو ما تصيف كده عنصر وأنا كم قلت عين أول مكسورة ما يعني وأنا كم استثناء منه أو شيء تصيفة وجه هاي يعني شان نوع وجه هاي
يضرب 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 يضرب. ثم يستشعر اعتراضه مش مصنف باحتراس كده خصته أورتي شوا استشعار يعني جواب ده واحتراز بقدرتك نوري يعني بفتح همزة تأكيد بناء على الخفض يعني بيجي تقول رمضان همزة وصلي يا مكسورة يا مضمومة يبقى أكيد نا مكسورة نا مضمومة يبقى ويا نا همزة وصلي بيجي ويا همزة وصلي جواب ده يعني اعتراضي مقدر ديله جواب ده ويا بيجي استشعار إذا استشعر اعتراضه شو بأن أكريم بفتح الهمزة فتح همزة أمر من تكريمه أمر تكريمه وما بعد حرف مضارعتي ساكن وما بعد حرف مضارعتي تكريم تك كاف ساكنة وعينه مكسور عين شدة مضمومة يجي مكسورة فلما لم تزد في أول همزة وصل شماد أولي ودا همزة وصل يكا مكسور زي ده نعم فهمت بقى شما همزة وصل يكا مكسورات فأجاوب بخوجة جواب دق وفتحة وهمزة تأكريم مفتوح كده همزة أكريم بناء على الأصل مرفوض بناء على الأصل متروك أي المتروك شو أصل متروك فإن أصل تكريم تأكريم شو كي أصل تكريم المضارع تأكريم يعني لأن حرف المضارع شو حرف المضارع هي حروف الماضي أي الحرف الماضي مع زيادة حرف هي حرف الماضي زيادة به يكاد تكريم ده ماضي أكرمه كحرف الماضي ترتيبه هنا دمك أصلي تأكريم يعني وش ذا نوري فحذف الهمزة همزة زي ذاكر ده حذف كرنا لاجتماع الهمزتين فأكرم نفس ما تكلم حضرتك أكرم تبيجي همزة هبنا يبنا أكرم وده همزة جرامبو نوري شو بدو ده حذف كنا إجا إذا تبنا حذفه طردا للبا تمام ثم حملوا تكرموا ويكرموا ونكرموا عليه وأنا حم كسر أكرموا نوري باب تبيك واستعمل الأصل المرفوض من قال أصل المرفوض استعمال كده يكوبوتيا ومن فعل استعمله فإنه أهل لأن يؤكرم نوري إذا ما قلت لأن يؤكرم وأهلك بإكرام كرن طيب يجب أصل متروك هكذا فلما رأوا أنه تزول علة الحذف عند اشتقاق الأمر إذا استمانكو ديتنا علماء عربي وعلة حذفين جمع اشتقاق أمر زال به بحسب حرف مضارعته بحسب حرف مضارعته ودوها رابونا همزة يعني على بكرة بتلفظ كيف ما بين حالة شبوية صحيح على تلفظ على بهاي لأن همزة الوصل إنما هي عند الاضطرار همزة الوصل اضطرارية نوري بيجي رابونا وطوى حرف مضارعته أصول جنامنا أم حتى همزة وصل بينن أم همزة أبدي بينن نوري فقالوا من تأكيم وجاء أكيم شو أكيم كنت أكيم الناس اسمي أولاش قسمي دواء كما قالوا من تدحرج ودحرج يعني إيه ما بدأ حرف مضارعته ساكن نجوي قسمي أول إيه ما بدأ حرف مضارعته حركة دي بوزاتن نجوي قسمي ما بدأ حرف مضارعته ساكن قسمي ما بدأ حرف مضارعته متحركة شوش تدحرج ودحرج بيا إيش تأكيد أكيمه نوري نكو ما بدأ حرف مضارعته ساكن وهمزة ويجي الجورا وقاعديناتيه يعني يا مكسور يا مضموناتيه نور نجوي قسمي فلا يكون القسم الثاني من الناس قسم الثاني يكون وضع حرف مضارعته ساكنه بل من القسم الاول باش القسم الاول يكون وضع حرف مضارعته حركي وقوله بناء تيجي بناء على اصل مرفوض نصب على المصدر يجب نصب على المصدر منصوب على المصدر وقت نصب به مصدر معنى مفعول منصوب يسر مصدر بفعل محذوف او جيب فعل محذوف في موضوع حال او فعل حاله يعني بناء يعني بنوا بناء حال كونيون بنوا بناء يعني بانينه أو على المفعول له يجي منصوب يصير مفعول له يعني جيبوا بنائه وهذا أولى طبيب مفعول له ذا شيء تشنكي حسبتنا حسب كلام ده عدم حسب لو شو مبين بسم الله الرحمن الرحيم دونت كده واعلم تبزال أنه الضمير للشأن شأن حال يعني وقت الشأن يعني عبارته جملة كويرة تمام عبارته شوية إذا اجتمعت هاء وقت تجد توبون في أول مضارع تفعلت أول مضارع تفعلت بانش ماضي وانتيك وقت مضارع جوره وقت وقت صراته وقت يبتتن وقت تبره بتي وذلك حال يكون فعل المخاطب كي قد تجمع وقت فعل مخاطب به تنصر ويجي أو المخاطبة مطلقة يجي تنصر درداشي نوري جتوا الفرات بيجي مثلا تتكسر تتكسران تتكسرون تتكسرين تتكسران تتكسرن أو الغائبة المفردة أو المثاليات وحدتها مؤنثة غائبة يجي
تسنيوي وينصر ينصر تنصر تنصران ينصرن تنصر تنصران ينصر بيه أما تنصر تنصراني بتينه يعني تتكسر وتتكسران أدرج حب تيجي مثلا والثانية التاء التي كانت في أول الماضي إحداهم أني جاء خلاصة ما جو وقت كنت جامد أولي مضارع تفعل إيش ضان زيادة جامد بين تواجو جاء إحداهما حرف مضارعتي هردو تايج جو حرف مضارعتي والثانية التاء التي كانت في أول الماضي أدوج أولي ماضي نوري وإيش وقت وهابو فيجوز الجواب إزاي فيجوز إثباتهما كان هل تها صابت بيلي إثبات تايني كل الأصل أصلي وريه نحو تتجنبوا تتفاعلوا تتدحرجوا نوري ويجوز حذف إحداهما وجاز تأكيد حذفك مفهوم؟ أي إحدى التايني تخفيف بتخفيفه شما لأنه لما يجتمع مثل الوقت اللي حبي وكيف جمع بون ولم يمكن الإدغام إدغام جمع كل رفت متابع ساكن شو كي توطي إدغام كي جت أو ساكن كي أو ساكن كي جاب ساكن ليش يدبه تلقى إدغام جبتي حذف إحدى التايني ربنا تيجي لنا حذفه ليحصل التخفيف وتخفيف شبه كما تقول أنت تجنب يعني تتجنب مفهوم؟ وتقاتل يعني تتقاتل تدحرج يعني تتدحرج إذا في تنزيل القرآن داشاتية فأنت له تصدى أبزارنا فعل ماضي ذا فعل ماضي بنا قلنا تصديت شو قلت يا أنت فدي ما مذكرين مخاطبنا إنما ماضي ما شيء فعل مضارعة وتسمى فدي مذكري مخاطبة نوري فأنت لو تصدى يعني تتصدى والأصل تتصدى أي تتعرض تجرى ظاهرتك ويكبر بالك فعل ماضي بقى لو كان فعل الماضي لوجب أن يقال تصديت لأنه خطاب نوري واجب قلت تصديت شو خطاب ونارا تلظى مثل قلت نارا تلظى يعني تتلظى شو معنى ماضي ذا ماضي بنا دار مؤنثة سماعية ضمير راجع بالمؤنثة السماعية تاني واجبه يعني تلظت بنا يكون تلظت معنى دمك شيء معنى دمك ذا مضارع وش غير تتلظى يعني وحدة مؤنثة غايبة هي يعني هي تتلهب يعني قالوا ده والأصل مثل تتلظى إذا كان ماضيا لو يجب كان تلظت ماضي ولا تلظت وش ضمير راجع بالمؤنثة مجازي بجي نوري تانيس واجبه وتدمير راجبات تنزل الملائكة تتنزل في الماضي من قلت تتنزل خذ في الدرجة حركة بلية حركة خذ تتنزل والأصل تتنزل الأصل تتنزل واختلف في المحذوفية كيجا محذوفة يعني تيا أولى يا تيا دواية فذهب البصري إلى أن هي الثانية بس يقول تيا دواية أو ماضية لأن الأولى أولى حرف مضارعتي قلت تيجي أول حرف مضارعتي وحرفها مخيل حرف مضارعتي خرجت وقيل لا قيل قلت أنا مضارعتي حذف لأن ثانية المطوعة أدواج مطوعية من نفس الكلمة نفس الكلمة فحذفها مخيل حذفها أو خرج كلمة خرج لأن بقى أو جم مطوعية خرج معنا مطوعية والوجه هو الأول وجه إيه أوله نوري يعني ثانية شما لأن رعاية كونه مضارع الأولى رعاية مضارعتي ده شتره ولأن تخلي من أحسن إنما أحسن من الثاني هم ده جراني كي قال شيء وقت ما أعطي أو دوا جران شيء وقت يحتاج كل شيء بو مرجع جران مفهوم؟ وإنما قال مضارع تفعل وتفعل وتفعل قوم مضارع فانا بلفظ مبني الفعل تبني فعل قوم نوري قولي التنبيه على أن الحرف لازم في مبني مفعول أصلا شو التنبيه بك وحسب نجازة بنا مشهور ده قطع النجاسة نوري شما لأنه خلاف أصلي حذف خلاف أصلي فلا يرتكب ناكر إلا في الأقوى أنجاد إخوة له المبني فعل وجبنا فعل نوري هل كيف هم ولأنه في هذه الأبواب أكثر استعمال مبني المفعول هم ده بنا فاعل دفان بابا دا بنا مفعول بيتره كتخفيف فيها ولا تخفاوي دا شيتره وإلا لو حتى التاء الأولى هم ده أم بيجن تتكسر فتاول بالحذف بنا شيء تكسر توقف كر ما بيقي ماضية يا ما بيقي أمره نوري ولا لو حذف التاء الأولى بزع المضمومة جاء تاء أول هرا حذف مضموم ليتبس بالمبني الفاعل المحذوف من التاء ويتباس شيء بنا فاعل كتيجي شيء حذف شيء آخر ساكن نكيجي جاب تبيج بيك أصلا تتكسر بيه سان تتكسر بيه نوري وكأم كوش التباسا بماضي الشيء به ما تبخ لأن الفارق هو التاء المضموم فرق تاء مضموم والحديث التاء الصالية يجري تاء صالي ده برحب في حذف يبيج بقى البت تكسر نوري تكسر ليتبس بالمفهوم ضارب فعل وش بيجي قيش كسر يكسر تكسر بيجي قي مضارعي فرحي إيه مثلا تتفاعلوا إيه تتكسروا بيجي قي إيه فعل إيه تقاتل
وفعل إيه تتفعلل وتتدحرج بتتدحرج تتدبر تدحرج نرجقي مضارعي دحرجي نوري. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تمام. أنا